هل تعلم ما هي المهارات المطلوبة والتي يجب توفرها في الشخص كي يطلق عليه لقب المغتال المحترف؟ إن كنت لا تعلم فتعالى بقى معايا عشان عم أرثر هيعرفك. وده لأنه مش بس بيقدر يتخلص من الأهداف على مرأى ومسمع من الجميع، لا كمان بيقدر يوظف كل التفاصيل والأدوات لإنهاء العملية وكأنها حادث. أزيدك من الشعر بيت كمان مش مدبر. المهم بقى خالد إن احنا وقفنا في الجزء اللي فات عند أرثر لما كان بينتقم له معلمه هاري من رئيس المنظمة، وبعدين حاول ستيف يغتاله عشان ينتقم لأبوه، ولكنه نجا بحياته واستغل الحادث ده لتزييف موته عشان يقدر يبدأ حياته كشخص جديد بعيد عن عالم الاغتيال. ولمزيد من التفاصيل ممكن تطلع على الفيديو ده. بص هو مش بعيد، فرك الكعب وتبقى هناك. المهم بداية الجزء الجديد مع أرثر وهو مستمتع وراضي عن نمط حياته الجديد في البرازيل، وكما هي العادة ذهب إلى أحد المطاعم لتناول الفطار ويستمتع بنسيم الصباح والمناظر الخلابة. ولكن فصل اللحظة دي دخول بنته وجلوسها معاه على نفس الترابيزة، وقالت له بص بقى يا خال، من غير لف ودوران كده احنا ماسكين عليك شوية فيديوهات. قال لها فيديوهات ايه؟ تعبيط ولا ايه؟ انا طول عمري الراجل ماشي دغري كده اهو يعني، وبعدين لحقتوا تصوروها امتى؟ قالت له مش اللي دماغك فيها قذر، الفيديوهات اللي معانا بتثبت انك زيفت موتك، ومن الاخر كده انا بهددك يا تساعدنا في اغتيال 3 اشخاص يا اما هنسلم الفيديوهات دي لجهات معنيه وهم بقى يبتدوا يشوفوا شغلهم معاك. وزي ما احنا عارفين أرثر كان دايما روحه في مناخيره، فطلع تليفونه والتقط ليها صورة، وفي لحظة قام ملبسها الترابيزة في دماغه، وبعدين بدأ يشوف شغله مع رجالتها. ولكن مهما بلغ الأسد من قوة كثرة الضباع قد تؤدي بحياته، وعشان كده كان لازم يهرب أول ما شاف في أجهزة المراقبة إن في مجموعة أكبر في طريقها ليه، وعلى الفور قفز مباشرة من فوق سطح المبنى على ظهر طائرة شراعية. بص أنا ممكن أبصم بإيدي ورجلي والله إن اللي كتب المشهد ده واحد هندي، وبما إن مكانه هنا في البرازيل بقى معروف فكان لازم يغيره، وفعلا بدأ يجمع أغراضه وتوجه لتايلاند. وكان في استقباله صديقته القديمة ماي، وبالليل طلع اللابتوب وباستخدام الصورة اللي التقطها للبنت في المطعم بحث عنها، واكتشف إن اللي بعتها واحد اسمه كارين، وهو تاجر سلاح بس حاجة محترمة كده هناك. وبعدين دخلت عليه ماي وهي بتطلب منه المساعدة، وده لأن في بنت بيتم الاعتداء عليها بالضرب على أحد القوارب، فأنت بما إنك بقى شهم كده ومحترم روح انقذها. لا وانا مالي يا ست، واحد ومراته دخلاني ليه؟ يا جدع لسه بقول عليك شهم وبتاع ما تصغرنيش، بس انت كده جيتيلي على الوتر الحساس. راح جاي واخد القارب وانطلق عليه، ومن غير ما يقصد وقع على الارض قتله. كانت وصلت مي واخدت البنت ورجعت بيها على الشاطئ، بينما هو فضل البقاء على القارب للتخلص من الفوضى وبعد كده يولع في القارب. وبالصدفة وجد متعلقاتها وكانت صورته على هاتفها الشخصي. هو ما بقاش فاهم هو ايه اللي كل شويه واحده تجيلي ومعاها صور وفيديوهات ليا، عايزين مني ايه؟ وبسؤالها البنت فعلا ما انكرتش، وعرفته ان كارين هو اللي بعتها لما ما ينفعش ضده اسلوب التهديد، فقال نبعت له واحده وهي جوزها مرمطها ومطلع عين امها، فتصعب عليه وينقذها منه، وبالتالي يقع في حبها مع الوقت، فنيجي احنا بقى نخطفها ونبتدي نساوم. وبعد ما سمع اعترافاتها ما رضيش يأذيها، وده لانه من خلال البحث والتمحيص اكتشف ان اسمها جينا وبتشتغل معلمة في ملجأ، والملجأ متخصص في الاهتمام بشؤون وأمور أطفال الحروب والأطفال اللي بلا مأوى، ودي كانت نقطة الضعف اللي استغلها كارين وعددها بيهم. احنا بقى كمستمعين ومشاهدين نفهم ان هي طيوبة وغلبانة وحالها يصعب على الكافر والله. وبعدين حاول أرثر يمثل انه واقع في حبها تحت أنظار رجال كارين بهدف يوصل له انه بلع الطعم وملوش لازمة بقى يأذي الأطفال. ومع الوقت التمثيل بقى حقيقة وشرارة الحب ولعت في الذرة لحد ما انفجر. فيما بعد وصل رجال كارين نظرا لعددهم خطفوها منه وسلموها له، واللي بدوره اتحفظ عليها لحد ما أرثر ينتهي من المهام المطلوبة. والمهام دي هي القضاء على 3 أشخاص وجعل الأمر وكأنه حادث. في المقابل هيسلموا جينا. طب وانا اللي يضمن لي انك توفي بكلامك؟ حاجة في منتهى البساطة، وهي ان انا مش عاوز اسمي يبقى على قائمة اغتيالاتك. خلاص يا خالد كده اتفقنا. وفتح الملف وكان بيحتوي على أسماء وبيانات ل3 أشخاص. الأول كان لواحد من أكبر تجار السلاح على مستوى أفريقيا، وسبب عجزهم عن اغتياله إنه كان طول الفترة دي بداخل سجن في ماليزيا. تيجي أنت هنا بقى تقول لي طب وإيه المشكلة في سجون ماليزيا يعني؟ مش فاهم إيه هناك بتقعد؟ أقول لك أنت هتفضل طول عمرك كده متسرع وأهوج ما عندكش ب2 جنيه صبر. المشكلة الحقيقية إن السجن ده على جزيرة بتبعد عن اليابسة
أكتر من 100 كيلو متر على ارتفاع 100 متر عن سطح البحر. زيد على كده بقى المية المحيطة بالجزيرة مليانة سمك قرش، فاللي هو الداخل مفقود والخارج مش موجود. عرفت دلوقتي فين المشكلة؟ ونتيجة لكل ما سبق ما كانش هينفع يقتحم السجن، فما كانش قدامه غير حل واحد، وهو إن يتقبض عليه ويترحل لهناك. وبعدين بدأ يفحص أسماء المطلوبين في دولة ماليزيا، واكتشف إن في شخص يكاد يكون أخوه التوأم، بس كان لازم يجهز شوية أدوات هتساعده على اغتيال الهدف والخروج من هناك قبل ما يدخل السجن، زي إنه عمل البارود على شكل علكة، ووضع كبسولة لتحديد الموقع بداخل سيجارة، ووضع دهان لطرد سمك القرش في علبة صفيح. وأول ما كله بقى تمام اتنكر في شكل الشخص المطلوب وراح يرازي في الشرطة، بين قوسين يجر شكله. والخطة مشيت حلاوة، وكل المتعلقات اللي كانت معاه ما اكتشفوش فيها أي مشكلة. وأثناء ما هو قاعد بيستمتع بهواء السجن النقي شاف الهدف، لكنه كان محاط بمجموعة كبيرة جدا من الحرس، وعشان يقدر ينفذ المهمة وكأنها حادث لازم يتجاوز الحرس وينفرد بالفريسة. وظل على حاله حتى أتته الفرصة، وهو إن كان في يوم الراجل ده كان بيقوم بشوية تمارين ملهاش أي لازمة على الإطلاق، لأنه كده كده في تعداد الأموات. ظهر ليه واحد قال إيه عاوز ينتقم لأخوه، وهنا كانت الفرصة لعم أرثر إنه ينقذه، وبعد كده بقى يقول له إيه، أنا أنقذت روحك، اكتب لي نص ثروتك، أقول لك جوزني بنتك. بس في الحقيقة كل ده ما حصلش. قال له أنت هتبقى واحد من رجالتي يا ولد. قال له يعني مفيش فلوس؟ تصدق إن كان عنده حق، أنت تستحق الموت. وبعدين طلب من أرثر إن هو يجي معاه لصومعته عشان يروق عليه بشوية خمور بقى ومخدرات وكلام من ده. فجأة انقض عليه أرثر ومنع تنفسه باستخدام العصا، وبعد ما أفقده الوعي قال له بص أنا هروق عليك بقى بحتة كوكتيل معتبر، ضد قد كده وبس وتقابل وجه كريم. وكده نجح في تدبير الأمر وكأنه حادث تسمم من المخدرات. وبعدين توجه لأسوار السجن وألصق عليها البارود في نفس الوقت اللي بلع فيه جهاز تحديد الموقع، واستخدم دهان طارد القروش. وما أن سمع صوت الانفجار وظهرت الفتحة في السور استغلها للقفز في المياه والهرب من هذا السجن اللعين. وقدر يوصل له رجال الكائن بقارب النجاة، وده من خلال جهاز التعاقب. وبما إن المهمة الأولى نجحت قد حان وقت تنفيذ شروط التعاقد، وهو إن مع كل ضحية يخلص عليها يخلوه يطمن على البت جينا. وفعلا اطمن إن هي ما تعرضتش لأي نوع من أنواع الاغتصاب أو التعذيب، فانطلق لتنفيذ المهمة التانية. وكان الهدف المرة دي واحد من أكبر رجال التعدين على مستوى العالم، بس ده المعلن. اللي مش معلن إن هو تاجر سلاح برضه، وهو حاليا متواجد في مدينة سيدني. والله بدي أقول لك سيدني وصالك بس استحي منك. خد تعالى بس أقول لك يا جدع يا جدع يا جدع، ما يبقى زعلك وحش، طش شباب عادي. المهم بس عشان تقدر تتخيل معايا مدى صعوبة العملية، الهدف ده مقيم في مبنى مكون من 58 طابق، وهو عايش في الطابق الأخير منه. سمك الخرسانة بقى في الجدران أو في السقف يكاد يكون متر، وكل باب من أبواب الطابق مكون من معدن النيكل بسمك 15 سنتي، بالإضافة لأن أجهزة المراقبة والحرس يكاد يكونوا في كل مكان تقريبا. ده ولا حصن طروادة يا عم الحاج، وفي كده في الدنيا؟ بس عشان ابننا أرثر بيتمتع بالحنكة والذكاء، لاحظ إن الهدف عاشق للسباحة وبيمارسها تقريبا كل يوم في نفس الوقت، حتى إنه أنشأ لنفسه حمام سباحة غريب كده في الطابق الأخير، ودي كانت الثغرة اللي هيغتالوا بيها. فادعى إن هو عاوز يأجر مكتب من المبنى عشان تتاح لي الفرصة لتصوير المفتاح ويقدر ينسخه بعدين. وطلع على المختبر بتاعه بهدف تصنيع وابتكار مادة اللي أنا فهمته أنا إن هي بتتمدد. وقبل الموعد المحدد للسباحة توجه للمبنى، وباستخدام المفتاح المنسوخ دخل للمكتب وأزال لوح زجاجي وصعد إلى الطابق الأخير اللي هو حمام السباحة. وباستخدام أدوات لضخ وتفريغ الهواء ألصق نفسه بحمام السباحة وأنشأ ثقب فيه، وبعدين حقنه بالمادة في نفس الوقت اللي شافوا فيه الهدف. بس الأوان كان فات، ومع تشقق الزجاج فك ضغط الهواء أرثر ونزل متزحلق على الجدار ولا كأنه في مدينة ملاك، وبعدين خرج من المبنى. في حين إن عم الحاج التاني قاعد حبة بقى بيحلق في السماء، وفجأة طخ. الطخ دي كده معناها إن هو خلاص أخيرا وصل للأرض بالسلامة وبقى في تعداد الأموات. وها قد حان وقت المكالمة، بس المختلف المرة دي إن جينا كانت بتحاول تلمح ليه عن رقم القارب، إلا إن عقل المختال في التفاصيل التافهة اللي زي دي تقريبا ما بيشتغلش. وعلى ما أخذ باله كانت البنت اتكشفت وكانت علقة بنت ناس. المهم بقى إنه اتصل على حاجة أشبه بخدمة العملاء، ومن خلال الرقم قدر يعرف مكان القارب. وللصدفة العجيبة
طلع في سيدني برضه. أقدار. كانت السفينة بقى اتحركت من على الرصيف، وبحكم إنهم ما ابتعدوش مسافة كبيرة قدر يوصل لهم بالطيارة، وبعدين صعد للقارب يقتنصهم واحد تلو الآخر. وعلى الرغم من إنه وقع كتير منهم لكنهم تمكنوا من إصابته وأسره في النهاية. وبكده فشلت عملية الإنقاذ، وبدل ما كان واحد بقوا 2. قال له كارين المرة الجاية مفيش سماح، روح نفذ المهمة بتاعتك يا حيوان. قال له من عين 2. والهدف الأخير ده بقى كان حاجة مستوى الوحش كده، لأنه مش بس من أكبر تجار السلاح على مستوى أوروبا وأمريكا الجنوبية، لا ده كمان البيه كان عنده ترسانة للأسلحة فيها أسلحة نووية. يعني أنت متخيل الدماغ راحت فين؟ ده غير طبعا الغواصات وجيش وقاعدة سرية وبص بهدلة. والملاحظ هنا إن ال3 ضحايا تجار سلاح، وكارين كان عاوز يتخلص منهم عشان يبقى هو المسيطر الوحيد لتجارة السلاح على مستوى العالم. ولفت انتباهه برضه وجود مكان لنزول الطائرة المروحية. فقال لك بس الخطة هتكون كالآتي: احنا نصيب واحد من الجنود بالسنايبر، فهم يتصلوا على المستشفى، فأنا أستخبى في الطيارة اللي هتروح تنقل المصاب، واستغل انشغالهم بالمصاب وانزل من غير ما حد يشوفني. وقد كان، وبعد شوية أكشن قدر يوصل للغرفة السرية. ولكن أرثر وضح له إنه هنا مش عشان يقتله، بل عشان يتفقوا مع بعض. واتفقوا مع بعض على تزييف موت هذا العم اللعين. ازاي بقى؟ انا هقول لك، استبر عليا. هما الاول يزرعوا قنبله، وبعد تفجيرها يقع في الميه، وبسبب الحطام اللي هيقع مش هنلاقي الجثمان، وبكده الموضوع بقى حادث. في حين ان ارثر هرب بعم الحاج ده على جزيره، وطلب منه يختفي على الانظار لمده 2 بس. كارين كان شاكك ان في حاجه مش مظبوطه بتحصل، فقال له بص يا ابني، عشان انا بس ما بتختمش على قفايا، اشوف جثه الراجل المحترم ده اسلمك البنت، غير كده مش هنتفق. فقال له ماشي يا عم الحاج، وانا ما اختلفتش معاك. بص انت هتلاقيه في اكتر اسلحته المفضله، بين قوسين الغواصات. واتحركت مجموعه من رجالته على هناك. في نفس الوقت ارثر كان بينصب ليهم شويه فخاخ كده. واول ما الرجاله وصلت المكان بداوا يتساقطوا واحد تلو الاخر، وبعدين توجه لسفينته وعمل مع شويه الرجاله اللي هناك الصح بقى. كان كارين بقى خلاص فقد الامل في رجالته ان هم يقتلوا ارثر، فقال لك بس هنروح نشغل التفجير الذاتي للسفينه ونركب الطياره ونخلع من ده مكان ونسيبهم كلهم يولعوا في بعض، مالناش دعوه. بعدها بشويه وقت وصل ارثر لجينا وشاف المؤقت الزمني للتفجير، فخدها وحشرها في واحده من كبسولات الهروب دي واطلقها بقى، وباقصى سرعه وصل لعنده ومنعه. وهنا بقى تتضح حاجه مهمه جدا، الا وهي انه وهم صغيرين اتباعوا لمنظمه بتاخد الاطفال تدربهم على عمليات الاغتيال والذي منه. كارين بقى كل ده بينتقم منه عشان الواطي هرب زمان لوحده. المهم ان في اخر الصراع ربطه في السفينه، قال له طيب يا غبي ما انت كده هتموت معايا. بص له كده بطرف عينه واستحقره وسابه ومشي. وبعدين بوم، البوم دي معناها تفجير السفينه. وطلعت جينا من قلب الكبسوله وفضلت تعيط. وصل رجال الاسعاف وعرفوها ان لم ينجو احد، فرجعت تكمل عياط. وفي الاخر رجعت للملجأ تاني تعتني بشويه الاطفال وهي تعيسه وحزينه، لحد ما وصل يوم ورجعت ابتسامتها نورت الدنيا تاني. ليه بقى؟ انت مش محتاج اقول لك، ما انت عارف النهايه، اكيد طلع عايش ولا اي اندهاش. بس عشان يدونا تفسير منطقي للي حصل تفضلوا علينا بالشرح ده، وهو ان في جزء من السفينه يمكن استخدامه للنجاه، بالاضافه لانه مقاوم للانفجارات. والصدمه الحقيقيه اللي في الموضوع هنا انه بيقدر بداخل الجزء ده ان هو يتنفس الاكسجين. انا مش فاهم بقى ازاي الهواء بيوصل له وهو تحت الميه. وبس كده يا سيدي، خلص الملخص. وبما اننا اشخاص محترمين في احترام متبادل ما بيننا، فاحنا نروق على بعض.